ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض بناء على طلبكم سبونش الفاخر في البيت. الفانيليا، سبونش الفانيليا الفاخر في البيت. بصوا في المقاس، اكبر مقاس في الصواني، دايره او مستطيل، هما واحد يا جماعه. يلا بينا على طول. بصوا الجمال. يلا بينا على طول اقول لكم مقادير السبونش التحفه اللي احنا عاملينه ده، عملناه ازاي ومقاديره هي ايه. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل سبونج الفانيليا في اكبر مقاس في طقم الصواني، اذا كان دايره او مستطيل. هو يا جماعه المقدار واحد، اللي احنا هنعمله مع بعض هو واحد. انا عشان واحده حبيبه قلبي طلبته مني، انا ما حبيتش اكسر بخاطرها وما اعملهوش. طبعا لازم انفذ اوامركم دي، طلباتكم دي اوامر عليا. طيب، دي اكبر صينيه في المقاس الدايره، هي يعادلها اكبر صينيه في مقاس في طقم الصواني المستطيله. طيب، اول حاجه هنعمل الارضيه، هنعملها بورق زبده. طبعا هنبطنها الاول بزبده، وبعد كده هحط عليها ورقه زبده. بص حبايبي، انا بحسب ان الكاميرا شغاله بس طلعت فاصله. بصوا، هجيب ورقة الزبدة زي ما اتفقنا وبقسمها بالنص، برجع اقسمها بالنص تاني لما تعمل معايا الشكل اللي انت شايفاه ده، وبجيب المقص واقصها بالشكل ده. بصي، هجيب الصينية من جوه كده، اعدلها وهحط فيها دهنة زبدة. عايزه اقول لكم، لو ورقه الزبده ما كملتش يعني من الجناب كده لقيتي فيها مش كامله، لان ورق الزبده ده انا جايباه من عند مستلزمات الحلويات سايب تمام. انا حطاه عشان بس يخلي لي السبونج بتاعي لما اجي اخرجه من الصينيه يطلع معايا بسهوله. هجيب ورق زبده هلفه من الجوانب عشان الكيكه بتاعتي ترفع كويس. ودي شكل الصينيه بتاعتي بعد ما غلفتها بورق الزبده من الجناب، دهنتها زبده، وبعد كده حطيت ورق الزبده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هركنها على جنب، وعندي الفرن بسخنها يعني عشان اول ما احط الاسبونج يبقى وصلت لدرجه الحراره المطلوبه. بص حبايب قلبي، المقدار مقدار الاسبونج عندنا في الصينيه اللي هي اكبر مقاس هو عباره عن كوبايه نشا، وعليهم 4 كوبايات من الدقيق. الكوبايه ما بنملهاش، انا هوريكي دلوقتي، ما بنملهاش للاخر. ادي واحد، دي الرابع. زي ما احنا عارفين المواد الجافه كلها هتتنخل مع بعض. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكيك شيف مليانين هرميين بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنخله برضو كده. المواد الجافه عندي صارت جاهزه، هركنه كده على جنب، ونجيب عندنا الطبق اللي هنعمل فيه المواد السائله. بص حبايب قلبي، مبدئيا كده احنا هنعمل المقدار بتاعنا في طبق كبير، اي طبق عندك او بولة كبيرة. المهم ان ما تعمليش المقدار على مرتين. ليه بقى الكلام ده؟ لو انا عملت المقدار على مرتين، المقدار اللي انا عملته الاولاني على ما اعمل المقدار التاني هيكون هبط وباظ بالفعل معايا. فانا بعمل ايه؟ بجيب طبق كبير يساع المقدار كله. عندي ايه؟ عندي هنا حاطه 2 4 6 7 بيضات، هو المفروض 8 بيضات بس البيضة تكون حجمها صغير. انا شايفة ان البيض هنا عندي ما شاء الله حجمه كبير، فانا هستخدم 7 بيضات. يبقى المقدار الاساسي بتاع البيض هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 8 بيضات، 8 بيضات. طيب، هنجيب الطبق بتاعنا وهننزل بالبيض بتاعنا دوت في الطبق. بص حبايب قلبي، حطينا ال7 بيضات او ال8 بيضات لو حجمها صغير البيضه. انا باكد عليكم تاني يا جماعه، معلقه كبيره من الفانيليا، معلقه كبيره من الخل، ذره ملح بتاعت كل الحلويات. هبتدي اضرب عندي البيض ده لوحده بالمكونات اللي احنا حطيناها. قولي لهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اعملوا لايك. بتقول لكم يا جماعه اعملوا لايك واشتركوا في القناه. بعد البيض عندي ما خليته عمل فوم عالي كده، هنزل عليه كيس من البونو اللي هو محسن الجل، محسن الكيك الجل. هو يا دوب على قد المقدار ده، اللي هو المفروض معلقتين كبار من محسن الجل. هنزل كده بمحسن الجل بتاعي، هنزل كمان بكوبايه من السكر. انا مقدار السكر عندي
كوبايه مليانه. هنزل بنص الكميه الاول او حبه حبه كده واضرب. دلوقتي هبتدي انزل عندي بمقدار المواد الجافه اللي احنا خلطناه مع بعض، وهقلبه كويس كده بالمضرب بالشكل اللي انت شايفاه ده، عشان لو انا ضربته دلوقتي بالمضرب بتاعي الكهرباء هيتطير كله ويضيع المقدار بتاعي. عندنا هنا كوبايتين من الميه المتلجه، كوبايتين من الميه المتلجه بنزل بيهم على المقدار، اقلب واشتغل بالمضرب الكهرباء. رقية يا جماعه بعد اذنكم انا لسه بضرب في الخليط، وبصوا ما شاء الله لسه ما كملتش 3 دقايق وملا الطبق معايا خطير. بصي رقية بتدوق الخليط، دوقي يا رقية. اعملي لهم لايك، اعملي لهم هنا لايك لايك هنا لايك، يلا اعملي لهم لايك. وبتقول لكم يا جماعه ما شاء الله. انت كنت بتقولي ايه دلوقتي يا رقية؟ ما شاء الله عليكي. برافو عليكي. بصوا يا جماعه الخليط عندي ما شاء الله اللهم بارك ملا الطبق عندي بجد. يعني بصي صلاة النبي. كل ابتدي يا جماعه قبل ما اصب الخليط عندي بالراحه كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اجيب الخليط ده من تحت لفوق، اصب الكيك بتاعنا في القالب. بصوا حبايب قلبي هجيب عصايه الشيش طاووق كده واعمل دواير كده بحيث ان انا اخرج الهواء اللي جواها. ابدا اخبطها كده وهحطها على طول في الفرن على درجة حرارة 180. اشغل عليها من تحت بس، الرف في النص، وهتاخد معاكي ساعة ساعة وربع. هي وقت ما تطلع هختبرها بخلة الاسنان تطلع نظيفة كده تمام قوي كده. يا ناس يا عسل السبونج الفاخر وصل. زي ما قلت لكم دي اول مرة اعمل فيها تجربة السبونج في اكبر مقاس. شوفولي على يعني بصي يعني ما شاء الله اللهم بارك. المسام ضيقه قد ايه، بص الجمال يا جماعه. لا انا مش مصدقه حقيقي، خطيره والله. بصوا جربيها بنفس المقادير اللي انا مشيت عليها وانت هتعملي احلى سبونج فاخر من الاخر. بصوا الجمال، بصوا الجمال يا جماعه. انا عايزه اوريكم بس القوام بتاعه. بصوا المسام دول هيطلعوا 3 طبقات مرتاحين معاكي. يعني تورتايه ما تقلش عن 500 جنيه يا جماعه، اقسم بالله لو انا زوقتها بجد هتعمل معايا 500 جنيه والله. بصوا سامعه الصوت؟ طبعا انا مش هقدر اقرب لها ولا هقطعها لان زي ما انت شايفه البخار طالع منها. انا حبيت اوريكم شكلها عامل ازاي. زي ما وعدتكم ان انا هعمل السبونج في اكبر مقاس وعملتها معاكم. دي هي الصينيه المستطيله، عشان ما تقولوش مثلا دي الصينيه الدايره، لا هما الاتنين واحد. اعمليها وعلى ضمانتي انا، وابعتيلي في الكومنتات ايه رايك فيها. ما تنسوش تجربوا الوصفه على طريقتي، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.